في الحلقه اللي فاتت تعرفنا على الحياه اللي كانت باينه مثاليه ديال كريس وشانن، ولكن هاد الصوره كانت خادعه. اليوم غادي نطرق اكثر للتفاصيل باش نكتشفوا كيفاش بدات الشكوك ديال الشرطه وكيفاش اكتشفت الحقيقه خطوه بخطوه. كيفاش كان راجل كيبان عادي يقدر يخبي جريمه بهذه الطريقه. بالنسبه للناس اللي مازال ما شافتش الجزء الاول غادي نحط لكم في صندوق الوصف تفرجوا فيه باش تفهموا القصه من الاول حتى التالي. من بعد 24 ساعة الاختفاء ديال شانن والبنات ديالها، الشرطة غادي ترجع للمنزل مع الكلاب باش تفقد أثر البنات وهمهم، ربما يلقاو شي دليل يعاونهم في البحث ديالهم. وهما كيقلبوا كيلقاو يزار مرمي في سلة المهملات، يزار محيد من غرفة النوم ديال كريس وشانن. بينما التحقيق جاري، واحد المرأة غادي تدخل في الخط وغادي تواصل مع الشرطة وكتقولهم بأنها عندها معلومات على القضية، واللي هي في الأصل كانت كوليغ ديال كريس في الخدمة، والاسم ديالها هو نيكول كاسنجر. نيكول كانت على علاقة غرامية مع كريس وكانت عرفت عليه كما قلت لكم في العمل، وكان كيقول لها بأنه غادي يتفارق مع الزوجة ديالو، كانت يعني بأنه عنده زوج بنات. العلاقة ديالهم تطورت أكثر فأكثر ملي كانت شانن ونيكول في رحلة عمل في أريزونا. هنا الشكوك ديال الشرطة بدات كتدور حول كريس. الشرطة غادي تستدعي كريس لاختبار كشف الكذب واللي غادي يفشل فيه، معنى أنه كيسولوه كيجاوب بالكذوب. بعد نهاية نتائج الشرطة غادي يواجهوه، ولكن كيتعمدوا يديروا أسلوب لطيف باش هكا كيخليو المتهم يكون مرتاح وماشي متوتر. بعد ساعات من التحقيق كريس كيبقى ناكر انه عنده السبب في الاختفاء ديال الزوجه ديالو والبنات. هنا الشرطيه كتسولو باستغراب، قالت له كيفاش انت الزوجه والبنات ديالك مختفين وانت يا مبرد؟ يعني انا الطفل ديالي غاب على عيني ثواني عديده وكنت مرعوبه وانت حتى دمعه ما طيحتيهاش. هنا بدا كيحاول يبدل النبره ديال صوته وباغي يبكي وانه مرعوب من الفكره ديال انه الزوجه ديالو والبنات ما عندهم حتى شي اثار لحد الان. ولكن هادشي ما غاديش يدوم، مع الضغط ديال المحققين اخيرا غادي يقول لهم بغيت نشوف الاب ديالي قبل ما نعترف لكم. هنا كريس غادي يعترف بالاب ديالو اخيرا وغادي يقول ليه ما بقيتش قادر نحميها على شانن. الاب قال له كيفاش ما بقيتيش قادر تحميها، واش درت شي حاجه للبنات؟ كريس قال له دخلت للدار ولقيتها خنقات البنات بزوج وما حسيتش براسي وخنقتها بنفس الطريقه. فانا كتدخل الشرطه، بقى عندها الاعتراف ولكن غير كامل ان كريس خاصو يقول فين دار الجثث. فهنا كريس كيبدا يهضر وكيقول لهم على العلاقه الغراميه ديالو مع نيكول. الشرطه كيأكدوا له بانهم على علم بانه على علاقه غراميه مع نيكول كاسنجر لانها اتصلت بهم. فجابوا له صور من موقع الحفر، تما كاينين زوج خزانين كبار ديال النفط، واحد رمى فيه بيلا والثاني فيه سيلست، والجهه حداهم في الارض تم دفن الام شانن وهي حامل ب4 أشهر. 15 أوت 2018 غادي يلقيو القبض على كريس. فرهيب كيفاش تحول من اب مثالي لشيطان. فنهار قبل كان داير انترفيو كيقول لهم انا محتاج نشوف عائلتي وكيمثل بانه مرعوب على عائلته، ولكن للاسف كان هو القاتل. لكن كريس لحد الساعه كيقول بانه قتل مراته فقط وماشي هو المسؤول على الموت ديال البنات ديالو. وغادي يقرر كريس يعترف بالجريمه ديالو انه هو المسؤول على موت البنات ديالو والزوجه ديالو. غادي يخبرهم السبب علاش خلاه يدير هذه الجريمه. قال لهم بان شانن كانت كتحكم بزاف في الامور وكانت كتبغي تسيطر. قال لهم من بعد ما رجعت من اريزونا كان بيناتنا حوار، قلت لها بانني بغيت هذه العلاقه توقف، بغيت يتم الطلاق. وهي هنا ثارت وقالت له بالله كانت حاسه بانه كاينه شي حاجه، كاينه شي حد اخر في حياته. وفي هذه اللحظه خبرها بانه ما بقاش باغيها وبغى يكمل حياته مع الطرف الاخر. شانن بقات كتغوت. هنا كريس نقز عليها وخنقها، بقى شاد فيها حتى لفظات انفاسها الاخيره. الدور اللي غادي يدور في الباب غادي يلقى بيلا واقفه كتشوف في المشهد. سولاتو قالت له بابا واش كلشي مزيان؟ قال لها كلشي مزيان، ماماك غير عيانه شويه. دار الجثه ديال نيكول في زار ودارها في البيكاب وهز البنات بزوجهم ومشى لموقع الحفر. في موقع الحفر غادي يخنق سيلست واللي ما غاديش تقاوم وبلا كتشوف، ومن بعد غادي ينهي حياتها الاخيره
واللي هي غادي تقاوم حتى شويه، غادي تكون اخر كلمه قالتها له هي لا بابا. من بعد ما قتل عائلته كلها، شانن غادي يدير حفره وغادي يدفنها، وبيلا وسيليست غادي يدير كل وحده فيهم في خزان نفط. كريس غادي يخبر الشرطه وغادي يقول لهم بان شانن مع عمرها ما كانت غادي توافق على العلاقه ديالو مع نيكول. قال لهم بلا نيكول هي حب حياته، وهي الشخص الوحيد اللي كيكون معها هو نفسه، ما كيكونش مضطر يلبس اي قناع باش يخوض تجربه جديده ويعيش مع حب حياته كما كيقول هو. غادي يتحول لوحش آدمي وغادي يصفي العائلة كلها بدم بارد. 6 نوفمبر غادي يعترف كريس بالذنب في عدة جرائم بما في ذلك القتل من الدرجة الأولى، إنهاء حمل زوجته بطريقة غير قانونية، والتلاعب بجثث الضحايا. ما غاديش يتم فرض العقوبة القصوى اللي هي الإعدام، لأن أسرة الضحية طلبت ألا يتم الحكم بالإعدام. الحكم النهائي في قضية كريس هي عدة أحكام: بالسجن مدى الحياة بدون إمكانية الإفراج المشروط بشكل عام، يقضي عقوبة 3 أحكام بالسجن مدى الحياة متتالية إضافة إلى 84 سنة إضافية في السجن. Really? Really. Tell me you love them. You're welcome. We love you. Say love you. Candy. Oh yeah, shoot, that's in here.